كابتن هدى شعبي، الفائزة بالميدالية الذهبية في منافسات 10 متر بندقية هواء، منافسات سيدات. في البداية ألف مبروك على هذا الفوز الكبير. الله يبارك فيك، شكرا. كلمينا عن أجواء المنافسة. كانت منافسة صعبة وشفنا منافسة كبيرة مع اللاعبتين المصريتين أصحاب المركز الثاني والثالث، وكانت منافسة صعبة حتى اللحظات الأخيرة. كلمينا عن هذه الأجواء. بسم الله الرحمن الرحيم. هي صح منافسة صعبة كانت، الفارق ما كانش بعيد كتير، والحمد لله بثقتي والعمل اللي قمته أنا والمدرب اللي قدرنا نعمل، وقدرت يعني أطلع في النتيجة. هل دي أول مشاركة ليكي في بطولات إفريقيا أو أول ميدالية ذهبية تحصلي عليها؟ لا، هذه ثالث بطولة إفريقية لأتحصل عليها الميدالية الذهبية، فأخذت الذهبية في تونس العام الفارض، والحمد لله أنا بينت نفسي إني هدى شرسة في الرماية، والحمد لله نتأهلوا إلى أولمبياد 2024 باريس، وأنا جد فخورة جدا. الفوز النهاردة بيأهلك للأولمبياد؟ أكيد الحمد لله. دي أول مرة تروحي فيها الأولمبياد؟ لا، دي ثاني مرة إن شاء الله، لأني رحت لطوكيو. كلمينا عن طموحاتك بقى في الأولمبياد. والله أحس معدلي شخصي خاصة، وإن شاء الله أطلع الرقم الإفريقي إن شاء الله ححسنه بإذن الله. طبعا كابتن نور زيان المدرب الشخصي لكابتن هدى شعبي، كلمنا عن هذا الانجاز وفرحتك. شفنا فرحتك وفرحه الجهاز الفني بهذا الفوز. والله احنا كنا متاكدين بلي راح نفوزوا، لاننا رانا في بلدنا الثاني مصر، ونشكر كامل المسؤولين المصريين اللي وفروا لنا كل وسائل باش لحقنا لهذه النتيجه، وشكرا جزيلا لكم كل المصريين. المنافسة كانت شرسة جدا. اللاعبات المصريات نعرفوهم، تنافسنا معهم وتبعناهم ودرسنا الخطة تاعهم، وعندهم مدرب ما شاء الله سي أمجد اللي نحييه بالمناسبة، يعمل عمل جبار. هو صديق نتكلم معه كثير، وراك شوف يعني في الفوز احنا او مصرية احنا اخوة، والفرق ماهوش بعيد. كلمنا عن طموحك في الأولمبياد إن شاء الله. احنا راح نعملوا باش نحسنوا المستوى تاعنا في الأولمبياد تاع باريس أكثر من الأولمبياد تاع طوكيو. الرماية هذه كما كل الرياضة تطلع درجة درجة، ما نقدر نطلع نورتونا وبالتوفيق. الله يخليك إن شاء الله. وشكرا جزيلا على الاستضافة، شكرا جزيلا على الحفاوة تاعكم، شكرا جزيلا. Viva la Chile! 1, 2, 3!